وسليماني كان قادر ما يوليش هو الشيكور، وهذا وين نعيطوا له الباترفلاي افكت ولا تاثير الفرج. كمل على بالنا باللي الامريكان في 1945 قاصت بومب نوكليير على الجابون. صار لو كان نقول لكم باللي كانت قادره تصرع في كاع واحد اخر. الحرب العالميه الزوجه كان زوج تاع لي بروجي نوكليير، في جهه تاع الامريكان كان ريسبونسابل عليه اوبنهايمر، وفي جهه تاع الالمان كان ريسبونسابل عليه هايزنبرغ. ماشي هادو وكيما على بالنا الليدر تاع الالمان في هذاك الوقت كان ادولف هتلر، اللي كان يبغي يرسم بزاف ويخدم الصابون باليهود. كان يخدم الصابون باليهود. قبل ما يبدل البروجي تاع الامريكان كاين واحد السيد كاع نعرفوه اسمه البرت اينشتاين، بعث رساله لرئيس الامريكا ذاك الوقت فرانكلين روزفلت، وقال له باللي النازي راهم حابين يديروا بومب نوكليير، ولو كان يوصلوا قبلك يور كوكت. اوكي بالك ما قالوش هكا 100% بصح، وهي الحاجه اللي خلات الامريكان تبوجي، ومن موراها جا بروجيكت مانهاتن وتصح وصلوا البومب نوكليير وقاسوها على الجابون، ومحاو هيروشيما وناغازاكي من الامر. كانوا قادرين زعما يسيو على القطب الجنوبي، ولا الا يديروا هاد العفايس يقتلوا شحال من واحد باش من بعد يقولوا بصح لو كان هايزنبرغ وصل للقنبله النوويه قبل الامريكان، لو كان الرسام النمساوي ادولف هتلر ولا عنده هو بوم نوكليير، كيفك ما كانش غادي يخسر الحرب. ولو كان الموند كاع تبدل، لوروب كاع تولي نازيه، وبالك الموند كاع يولي نازي اصلا، وسليماني ما يماركيش في كوب دي موند 2014 كونتر كوريا، وما يوليش هو الشيكور، وما يربحش كوب دافريك، وكان كابابل ما نزادوش اصلا. اسرائيل ما كانش غادي تكزيستي، والشكل تاع الموند كان غادي يتبدل كاع. شفتوا كيفاش ايفينمون صغير كان قادر يبدل التايم لاين كاع.